فيتامين سي محتاج معاملة خاصة عشان ما يبص، لأنه لو اتعرض للهواء أو النور بيبوظ على طول وبتضيع كل فوايده. عشان كده لازم نحافظ عليه، والسر في طريقة تخزينه في الإزازة بتاعته عشان يفضل قوي ومفعوله كامل لأطول فترة ممكنة. وده اللي عجبني في يوسين هيالورون فيلر فيتامين سي بوستر سيرم، لأنه من جوه المكونات بتبقى مفصولة، الفيتامين سي والسيرم، وده المكان اللي بيتمزجوا فيه، وفي الآخر بيطلع لك من هنا. أول ما تشتريه لازم تفعلي فيتامين سي اللي جواه، بإنك الأول هتفكي السلوفانة دي كده وتضغطي على الحتة دي مرتين أو 3، وده اللي هيخلي فيتامين سي يختلط مع باقي المكونات. وبعدين ترجي الإزازة كويس لمدة 10 ثواني عشان تتأكدي إن كل حاجة اختلطت مع بعض. ودلوقتي تقدري تاخدي نقط من السيرم وانتي مطمنة إن مفعوله هيكون كامل معاكي، لأن زي ما انتي عارفة